يا صباح السعادة على عيونكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده بقى نعمل سفرة كاملة كده رمضانية، تنفع في رمضان وتنفع في الأوقات الكريمة اللي احنا فيها دي، زي مثلا في صيام رجب، أو حتى تنفع في غدا عادي. منقذة جدا جدا وبتدفي، وطريقتها مفيش بجد أسهل من كده، وكمان اقتصادية وهتكفي من 5 ل6 أفراد. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أول حاجة عندي كده مكعب زبدة، نحط عليه معلقتين زيت وننزل عليه بنص كيلو من لسان العصفور. يعني كمية زي ما أنتِ عايزة، أنا استخدمت كيس ونُص، نُص كيلو تمام. هابدأ إن أنا هاقلّبهم مع بعض كويس كده لحد ما يبدأوا إن هم يتحمّروا، وإيدي فيهم باستمرار علشان ياخدوا لون موحّد. بعد كده أروح شايلاهم من الطاسة أخلّيهم على جنب، صفّيهم بقى بمصفى أو حطّيهم زي ما أنتِ عايزة. وهابدأ إن أنا في نفس الطاسة أضيف معلقتين من الزيت، وبصلة تكون كبيرة كده ومتقطّعة، أشوّحها 5 دقايق. وبعد كده يكون عندي بقى أي لحوم أو فراخ أو من غير لحوم. أنا عندي هنا كبد والقوانص دي أنا سلقاها ومسويّاها تسوية كاملة. هادّيها تشويحة 5 دقايق مع البصل، وبعد كده هانزل بجزراية كبيرة تكون مبشورة، وهاقلّبها لحد ما تتشوّح هي كمان. وبعد كده هانزل بفلفل حار، هاقلّبه برضه يتشوّح، يعني بكل حاجة أنزّلها لازم تاخد حقّها كده في إن أنا أدّيها تقليبتين مع المادة الدهنية، وكلّه مع بعضه. بعد كده هاضيف 3 حبّات من الطماطم يكونوا مبشورين، ممكن نضربهم في الخلاط بس الأفضل يكونوا مبشورين. عايزاهم يتسبّكوا مع بعض بالشكل ده، هاخلّيهم لحد ما يتسبّكوا وأغطّيهم. وبعد كده هابدأ إن أنا هاضيف عود قرفة وواحدة لومي، هاضيف عليهم معلقة كبيرة من بهارات الكبسة، وده اللي هيدّيني الطعم الخطير اللي هتحسّوا فيه إن أنتم كإنّكم بتاكلوا رُز بسمتي مش لسان عصفور. وطبعًا الوصفة دي تغييرًا عن العادي، بس عايزة أقول لكم طعمها خطير، وحقيقي من ألذ الطواجن الشتوية اللي ممكن تعملوها في أي وقت حتى في العزومات، وتطلع معاكم تحفة جدًا. أنا بعد ما قلّبت كلّه واتشوّح واتسبّك مع بعضه، هابدأ إن أنا هاضيف لسان العصفور اللي أنا كنت شايلاه على جنب، وهادّي له تقليبة مع كل الخضار والطماطم اللي إحنا نزّلناها. وبعد كده هابدأ إن أنا هاغطّيه بالمَيّة المغلية، هاغطّيه بس زي كإننا بنسوي رُز بالضبط، هياخد غلوة واحدة بس. وبعد كده هابدأ إن أنا هاحطّه في الطاجن. طبعًا لسان العصفور من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت خالص في السوا، يعني أصلًا لو أخدت غلوة وطفيتِ النار وخلّيتيه في الطاسة، هيتشرّب وهيستوي مع نَفْسه كده من البخار، وتقدري ما تدخّليهوش الفرن زي ما أنتِ عايزة. بس أنا هاخده كده في الطاجن بتاعي الجميل ده، وهابدأ إن أنا أو طاجن فخار أو بايركس أو صينية ألمونيوم، صينية فرن، زي ما أنتِ عايزة. أطلّع كده الكبد والقوانص فوق الوش علشان تاخد تشويحة أو تشميعة في الفرن. وبعد كده أدخّلها بقى الفرن يكون سخن، هياخد يعني بُصّوا أنا حطيته حوالي نُص ساعة. حطيته هو والصينية اللي أنا هاعملها دلوقتي استووا مع بعض. طلّعت الطاجن قبلها بس كده حوالي إيه ب5 دقايق والّا حاجة. أنا عايزة أقول لكم أنا باحطه أصلًا في الرف الوسطاني، هو من حرارة الفرن بيبدأ إن هو يتشرّب وبيفلفل ويبقى تحفة جدًا. في طاسة تانية بقى هتجيبي مكعب زبدة ومعلقتين زيت وبصلاية برضه تكون كبيرة، شوّحيها 5 دقايق، وابدئي إن أنتِ انزلي بربع كيلو من اللحمة المفرومة، وقلّبي كلّه مع بعضه لحد ما اللحمة تبدأ إن هي تتعصّج معاكِ. ضيفي جزر، باحب أضيف جزر دايمًا للحمة المتعصّجة، بتدّيها طعم حلو جدًا وبتكتّر الكمية. ضيفي فلفل حار وتبّلي ملح وفلفل وبهارات لحمة وقلّبي كلّه مع بعضه بالشكل ده. بعد كده هتكوني بقى إيه، جهّزتِ عندِك الحشوة الجميلة، تقدري تضيفي أي خضار موجود عندِك تخبّيه جوّه اللحمة، ما الولاد ما بيعرفوش خالص، وطعمه بجد بيبقى في منتهى الجمال. صينية مقاس 30 وجبت نُص كوباية من الزبدة ولفة جلاش. وهابدأ بقى إن أنا هاعمل إيه، صينية جلاش خطيرة يا بنات. طبعًا تقدري تعملي خليط التوريق اللي هو بيبقى عبارة عن نُص كوباية من أي مادة دهنية موجودة عندِك، وكوباية من الزبادي، ومعلقة من البيكنج باودر، وملح وفلفل وبيضة. وتقدري طبعًا تعمليها زبدة بس زي ما أنتِ شايفة. الفرق الوحيد إن لمّا بتعمليها بزبدة بس بيبقى مقرمشة شوية من جوّه، وبنسقيها. لمّا بنعملها بخليط التوريق بتبقى شبه الفطير المشلتت شوية، ما بنسقيهاش بشوربة ولا بنسقيها بحليب وبيض، وبتطلع معانا زي الفطير المشلتت بالضبط، تمام. الطريقة اللي تعجبِك اعملي بيها أو المتوفرة عندِك. أنا ما كانش عندي ولا بيض ولا عندي حليب ولا عندي يعني حاجات زبادي وكده، فاضطريت إن أنا أعملها بك ب ب أورّقها بالزبدة بس، وتطلع معايا زي ما هتشوفوها، وهتشوفوني هاسقيها معاكم بإيه دلوقتي. حطيت الحشو وكمّلت عليها باقي الورق، وقفّلت الحروف اللي هو في الجوانب بتاعة الجلاش بالشكل ده. وضروري ولازم ولابد لازم ندخّلها الفرن وهي تكون متقطّعة، قطّعيها التقطيعة اللي أنتِ عايزاها. أنا هاقطّعها سمبوكسات
أو يعني إيه زي البيتزا كده، وبعد ما أدخّلها الفرن في الرف الوسطاني يكون سخن جدًا وتاخد لون دهبي من فوق، هاطلّعها أشرّبها كوباية شوربة متملّحة ومتبهّرة وتمام وأدخّلها تاخد شواية. بعد كده أكون جايبة عندي كوباية ونُص من الشوربة ونُص كيلو من الملوخية أنا جايباه ومقطّفاه ومضبّطاه يعني وخارطاه، وهابدأ إن أنا هاقلّبهم في الشوربة شوية وأخلّيهم على جنب، يغلوا غلوة واحدة بس واخلّيهم على جنب، وأكون محضّرة لها بقى معلقة كبيرة من التوم ومعلقة كبيرة من الكزبرة وأشوّحهم مع بعض وهتبقى أحلى طشة. أنا هاحطّها في طاجن، هاحط الملوخية في طاجن بالشكل ده، وبعد كده هانزل عليها بالطشة بالشكل ده. أنا عايزة أقول لكم بقى الريحة هنا يا الله! وأنا باعمل الفيديو ده كنت صايمة وكان المغرب بيأذّن عليَّ وأنا باعمل الطشة دي، بس عايزة أقول لكم كانت خطيرة يا بنات، تحفة. شوفوا بقى هنا الطاجن بتاع لسان العصفور عامل إزاي، أنا بس كنت واخدة منه معلقتين من الجنب كده للولاد، لإن إحنا عيلة دلوقتي عيلة مشردة وما بناكلش مع بعض وكل واحد دلوقتي إيه، في حاله، يعني اللي ده في الدرس وده مش فاضي وده بيذاكر وده يعني إحنا عيلة مشردة، فكل واحد تقريبًا كده بياكل لوحده. فبنبدأ إن إحنا بقى طبعًا إيه، باحضّر الأكل واللي جعان أو اللي عايز ياكل باحط له طبق لوحده. دي بقى كده ألذ وأحلى سُفرة تنفع في رمضان وتنفع في الأوقات العادية، منقذة وسريعة وبتشبع وبتدفّي واقتصادية. يعني لو عندِك ربع كيلو لحمة مفرومة هتقدري تعملي الوصفات دي كلّها، وممكن تعملي الجلاش من غير حشوة، تعمليه سادة وممكن تحشيه بالخضار، وممكن تعملي الكبد والقوانص في الجلاش وفي الاتنين وتقطّعيهم وتشوّحيهم مع بعض زي ما أنتِ عايزة. كده إحنا مش ناقصنا غير شوية عصير ويبقى كده رمضان سُفرة كاملة، كاملة، متكاملة وسريعة ولذيذة وبسيطة طعمها حلو جدًا، جدًا. تعالوا أورّيكم بقى لسان العصفور عامل إزاي. بُصّوا بقى معلقة بهارات الكبسة اللي إحنا حطيناها مع واحدة القرفة دي نقلت الوصفة في حتّة تانية خالص، تحفة. تعالوا بقى نعمل حاجة حلوة بمناسبة إن إحنا إيه، صايمين في الأوقات اللي زي دي أو في الأوقات دلوقتي وبنحتاج نعمل حاجات حلوة كتير. عندنا بقى كوباية ونُص من السكر وكوباية من المَيّة ومعلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. هارفعهم على النار لمدة 7 دقايق يكون النار متوسطة، وبعد كده هاشيلهم من على النار أحط لهم فانيليا وأخلّيهم يبردوا تمامًا. بعد كده هاجيب زبدة وأحط عليها شوية زيت علشان الزبدة ما تتحرقش، وبعد كده هابدأ إن أنا هاجيب كوباية واحدة من السميد وهابدأ إن أنا هاحمّر السميد بالشكل ده لحد ما يبدأ إن هو يتشوّح معايا. السميد من الحاجات اللي وأنتِ بتحمّريها بتتلسع بسرعة جدًا، فما تخلّيهاش ما تشيليش إيدِك منها وأنتِ بتقلّبي، قلّبيها وبعد كده انزلي بمعلقتين أو ربع كوباية من الحليب البودرة، قلّبيهم مع بعض، وبعد كده انزلي بربع كوباية من السكر وضيفي بقى مَيّة بالتدريج، كوباية ونُص من المَيّة، كوباية من المَيّة زي ما أنتِ عايزة. بعد كده ضِفت لهم أي مكسّرات موجودة عندِك ضيفيها، جوز هند، أي مكسّرات ضيفيها مع معلقة كبيرة مليانة من القرفة. المهم أنا بابدأ إن أنا أضيف المَيّة بالتدريج لحد ما تتجمّع عندي بتبقى شبه خليط البسبوسة، ما تبقاش ناشفة. السميد بيكون اتشرّب ويكون كإنه إيه، قطعة بسبوسة بالضبط، متشرّب ومش ناشف، يكون طري. هابدأ بقى إن أنا هاجيب عندي لفة جلاش وهاجيب عندي الصينية بتاعتي دي، وهابدأ إن أنا هادهنها دهنة كويسة من الزبدة، وهابدأ هاخد ورقتين بس. هاخد ورقتين مش هادهنهم ما بينهم حاجة وبدون أي دهان خالص. أنا هابدأ هاتني الورقة بتاعتي تِلت بالشكل ده، وهاخد الحشوة بتاعتي بتاعة البسبوسة، وهابدأ إن أنا أحطها على الأطراف بالشكل ده، وخليكِ سخيّة في الحشوة، لإن الحشوة دي طعمها بيبقى حلو جدًا، جدًا، وهي أصلًا أساس الوصفة. طب اللي ما بيحبش السميد أو مش عايز سميد ويقعد يحمّر وحاسس إن خطواتها كتيرة مكلفة، يعني هي مش مكلفة ولا حاجة، بس ممكن يحمّر كنافة ويحطها في النُص يعني كويس جدًا، يعني هتبقى جميلة برضه جدًا، بس الكنافة برضه تكون متشرّبة بالشربات علشان تبقى ماسكة نفسها، ما تبقاش الحشوة مفرولة تنزل مفرولة من جوّه، تمام. لو عايزة تحشيها أي مكسرات تعمليها برضه بنفس الطريقة، لو عايزة تحشيها حشوة مهلبية أو كريمة تحشيها برضه بنفس الطريقة وبنفس المكونات أو بنفس التكنيك يعني، والحشوة شكّلي فيها زي ما أنتِ عايزة. أنا عايزة أقول لكم بتاعة البسبوسة والقرفة دي خطيرة يا بنات، خطيرة. طعم القرفة بيخلّيها كده قالبة على طعم cinnamon وترميلة بسبوسة وقرمشة جلاش، فبتبقى خطيرة، خطيرة. دلوقتي بقى إحنا هنعمل إيه، بعد ما خلّصت كل الكمية هابدأ إن أنا هاقطّعها التقطيعة اللي أنتِ عايزاها، قطّعيها سمبوكسات، قطّعيها مربعات زي ما أنتِ عايزة. نُص كيلو من لفة الجلاش أو نُص كيلو من الكنافة أو نُص كيلو من
دقيق السميد نعمله بسبوسة بياخد من كوباية إلا ربع لكوباية من المادة الدهنية. المادة الدهنية بقى إيه اللي متوفرة عندك سمنة، عندك زبدة، عندك زبدة على زيت، عندك سمنة على زبدة زي ما أنتِ عايزة. أنا بالنسبة لي باحب أستخدم على طول زبدة وباخلطها بشوية زيت عشان تبقى خفيفة، وطبعًا لو ضفت لها سمنة بلدي هتبقى أحلى وأحلى كتير. هابدأ بقى التقطيعات اللي أنا قطعتها هاشربها بالزبدة اللي هي يا دوب سايحة مش سخنة ولا أي حاجة، أنا سيحتها في الميكرويف عشان تفُك معايا. وادخّلها فرن ساخن حرارة 180 في الرف الوسطاني. أول ما تبدأ إن هي تفُك من بعضها وتاخد لون دهبي، لو احتاجت شواية بابدأ إن أنا أشغّل لها الشواية تاخد لون من فوق. وأول ما بتطلع سخنة من الفرن باكون مجهّزة عندي الشربات وبيكون تقيل وبارد. لو عايزاه يفضل معاكِ مقرمش الشربات يكون تقيل وبارد، لو عايزاه يبقى معاكِ شوية طري الشربات يكون متوسط ويكون بارد برضه. بس الشربات كل ما بيبقى خفيف كل ما بيبقى الحاجة بتطلع معاكِ طرية، تمام؟ زي البسبوسة كده الشربات بتاعها خفيف جدًا فبتطلع معانا طرية. شايفين بقى قد إيه متشرّب بالعسل وخطير وسريع ومرمّل من جوّه، خطير يا بنات. أنا نفسي كلّكم تجرّبوا الوصفات بتاعة النهارده لإن هي خطيرة بجد، وشوفوا فيديوهات القناة وقيّموها. لو تستاهل منّكم متابعة ولايك ما تبخلوش عليَّ، ويا رب الوصفات تكون عجبتكم، وشكرًا على كل دعواتكم وتعليقاتكم الجميلة، وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. باي باي.